الصعود طبعا في محاولة الآن لجلب عناصر بروسيا دورتموند وإخراجهم من منطقتهم. بيبي كرة طويلة، البحث عن بنزيما، وصلته كريم، يغير الكرة كريم بنزيما من أمام المدافع دورم، يخرج بالكرة هاي الكرة لكارفاخال خطيرة للريال. جول 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 القطار اصطدم بالشباك. جاريث بيل يفتح مجال التسجيل للريال. الدقيقة الثالثة من انطلاق مباراة فعلها الويلزي، سجل في الخامس بلقطة من رائعة، استلم وسبق الحسم، سجل بيسرى أول أهداف المباراة للريال. من أول كرة وأول لقطة وأول فرصة، هكذا هي الفية في رعرة القدم، وإلا فلا. كريم بنزيما أمام لاعبين، يمرر لكارفاخال بدور لجاريث بيل. الحقها من أمام العملاق فاندر فيلر، الحارس الألماني لم يقدر على صد هذه الكرة. جاريث بيل عملاق عندما يصطدم بك يا فاندر فيلر، ستدخل الكرة دون شك، إن لم تدخل الكرة ستدخل أنت المرمى، وهذا هو الهدف الأول للريال. الكرة يرفعها في القائمة الثانية، صعبة وخطرة لكريستيانو رونالدو. هيا رونالدو يبحث عن المراوغة، كريستيانو ولا واحد في القائمة الثانية. كريستيانو ولا واحد في القائمة الثانية. ضاعت الكرة، رجعت لإيسكو مرة ثانية، يسدد وجول. جول! أنت فنان يا أيها الصغير. إيسكو ببراعة وبمهارة يضيف الهدف الثاني للريال. يا سلام عليك يا إيسكو، يا سلام. هدف ثاني في منتهى الروعة للصغير إيسكو. نعم صغير، 22 عاما إيسكو، في أول موسم له في الريال يسجل هدفه الثالث في دوري الأبطال عند الدقيقة 27. الريال متفوق بهدفين لصفر. كرة طائشة ضائعة وسط 3-4 لاعبين، يتمكن الصغير من إضافة الهدف الثاني للريال. حطها لك في الزاوية التي لا ترد ولا تصد يا فاندر فيلر، في الزاوية اليمنى بالدقة. أعتقد هذه الكرة الثنائية كانت ممتازة. كرة في الوسط، لوكا مودريتش استرجعها، هائلة ممتازة لرونالدو. الثالث جول. 1 2 3. كريستيانو رونالدو يعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف في دوري الأبطال في نفس الموسم الذي هو بحوزة ميسي وفان نيستلروي والفونتيني. صار في رصيده 14 هدفا، لم يكن متسللا كريستيانو رونالدو. لا بد أن يسجل للريال هدفه، سواء فاز الريال بهدفين أو 3 أو 4، يجب أن يسجل رونالدو بحوزته 28 هدف و14 هدف في دوري الأبطال. 45 هدف سجله رونالدو هذا الموسم مع الريال في الدوري والكاس وفي دوري الأبطال. نعم 45 هدف، إذا قلت 45 هدف يقولها اللسان فقط.